السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده هتكون أول فيديو من فيديوهات كبسولات الجودة. الفكرة جات لي منين والهدف ببساطة خالص. أنا حابب يكون في يعني علم ينتفع به بإذن الله لكل الناس، ويقدروا يستفيدوا بحيث إن على الأقل يكون في ولو ضوء بسيط كده في آخر الطريق يقدروا يهتدوا بيه، ويقدروا إن هم يحددوا الكارير بتاعهم اللي عايزين يمشوا فيه إزاي، وإزاي تكون حاجة ليها ستاندرد معين أو في طريق معين ما يختلفش عليه اتنين يعني. الحاجة التانية إن احنا نكون أوير بعلم ضخم زي علم الجودة، ونقدر نحققه بسهولة ونكون فاهمينه، مش بس ان احنا بناخد شهادات او بنحاول ان احنا ناخد نوليدج بس مش قادرين نطبقها صح. ايا كانت مجال تطبيقها، يعني سواء كانت كونستراكشن، صناعي، فارماسيوتيكال، مستشفيات، ايا كانت الحاجة اللي موجودة. هبدأ اتكلم عن الجودة. الحقيقه الكواليتي او معنى الكواليتي ما يختلفش عليه اتنين، ان الحاجه تطلع كويسه، بس مش هو ده المطلوب. الكواليتي معنى اعم واشمل من كده بكتير. فالناس اتفقت على ان هو ممكن يكون ان انت تلبي رغبات العميل، اللي هي تشمل سواء متطلباته ومواصفات معينه، او ان انت او مش او بقى التكلفه اللي هو طالبها بالزمن اللي هو طالبه، بحيث ان انت على الاقل تقدر تديله المنشأ او تديله الخدمه اللي هو طالبها باحسن جوده ممكنه. بس الجوده مش هي كده، لان انت عندك لو نفس الشخص اشتغل شغلانه وجي بعده شخص تاني يشتغل نفس الشغلانه، احتماليه ان هم يطلعوا نفس المنتج هتكون ضئيله شويه، لان مفيش معايير بتحكم الموضوع ده. عشان كده بقى في كمان ان انت لازم تستخدم في قوانين البلد اللي انت فيها، سواء كان قانون عمل، قانون تأمينات، قانون البنى نفسه زي الكود المصري، ممكن تستخدم مواصفات دولية زي القانون زي الكود الامريكي او زي الكود البريطاني. ده برضو بيديك قوة ان انت تقدر تحافظ على النظام اللي عندك، يكون سهل تطبيقه، يكون ليه مرجعية ثابتة. في جملة مطاطة، أنا بفترض إن هي مطاطة، يعني اللي هي طبقا لأصول الصناعة، لأن دي بتختلف من مكان للتاني على حسب أنت اتعلمت وأنت اتدربت إزاي. فبنحاول على قد ما نقدر نوحد المفهوم ده بحيث إن هو يكون مفهوم ثابت على الكل. برضو في حاجة تانية بتقول إن في فرق ما بين الكواليتي والجريد بتاع الكواليتي أو الجريد، لأن الكواليتي أساسها إن أنت تحقق الفانكشناليتي. لو فرضنا إن في مثلا عربية، فالفانكشناليتي بتاع العربية إن هي تدورها تمشي تروح من مكان A لمكان B. لكن لو انت ما دارتش اصلا العربيه او ما مشيتش كده، الفانكشن ما اتحققتش، فالكواليتي كده ما اتحققتش. طيب في بقى حد تاني بيبتدي يتكلم على ان الكواليتي نفسها، مثلا تكييف العربيه، الازاز يكون كهرباء، الكراسي بتتحرك من مكانها، يكون عنده مثلا نور معين. الحاجات دي كلها دي مش الكواليتي، دي فيتشرز. الفيتشرز دي بتختلف من شخص للتاني، عشان كده دايما بتلاقي في فئه اولى، تانية، تالتة، رابعه، كل فئه ليها الصاحب بتاعها، ليه المتطلبات بتاعها. فاحنا عايزين نفرق ما بين الكواليتي والجريد اللي احنا بنشتغل بيه. وان شاء الله الفيديو اللي بعد كده هنتكلم على الكواليتي نفسها مع حاجه اسمها المانجمنت سيستم. شكرا والسلام عليكم.